السلام عليكم، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا لاباس ان شاء الله دائما. نشكركم على التعليقات ديالكم، على الدعم ديالكم مستمر. اليوم على الفيديو حلقه جديده ووصفه جديده. اليوم غادي نشوفوا طرده رائعه من المطبخ اليوناني، ولكن بلمسات الخاصه، لذيذه جدا جدا وسهله سهله سهله في التحضير، بحال الشعار ديالنا دائما لذيذ وسهل. ان شاء الله تعجبكم. دوزو المقادير على بركه الله. كما كتشوفوا المقادير سهله وبسيطه. هذه مقادير المرحله الاولى. عندنا عجينه الفيلو اللي غنحتاجو تقريبا واحد 10 الورقات منها. هذه اللي كتجي جاهزه، كتتباع في مارجان، في الكارفور، يعني الاماكن كامله. كنظن الثمن ديالها 17 درهم. يعني دائما كتسقسيوني على الاثمنه والاماكن، فانا دائما كنحاول نفيدكم. عندي هنا تقريبا واحد 80 غرام ديال الزبده مذابه، او ما يعادل نتوما تعملوا واحد 3 معالق كبار ذوبوهم اذا ما كانش عندكم ميزان، باش تبقى الامور بسيطه. هنا عندي الفول السوداني بلا قشور او الكاوكاو بلا قشور اللي حمرته شويه وهرمشته، واحد 100 غرام تقريبا. نعملوا واحد 4 المعالق. اذا بغيتوا تستغناو عليه استغناو عليه، زيدوا في العدد نقصوا ماشي مشكل، او عملوا اي نوع اخر ديال المكسرات. صافي، هذه المرحله الاولى. هنا عندي الطاوه ديالي اللي القطر ديالها تقريبا ما بين، يمكن لكم تعملوا ما بين 22 حتى 24 سنتي. دهنتها بالزيت وعملت لها كما كتشوفوا هاك الزبده، غير هيدا نزلته بلا ما نبقى نعاودو بزاف، باش حنا حتى هاد الكيك هادي ولا هاد الطورطه هادي كتجي فخاجل، يعني غاطره هشه. فمن الاحسن نبقاو هاد الجوانب باش نحيدوها بهم. صافي، ندوزو المرحله الاولى على بركه الله. سهله بزاف. كل اللي عملت قبضت واحد الورقه ديال الباط فيلو ديالي، غادي ندهنها بالزبده. نحاول ندهنها مزيان باش كتعطي لنا ديك القرمشه. دهنها كامله. فوالا. هنايا لاباط فيلو تاكدوا منها بانها فراجل بزاف، يعني ردوا البال وانتم كتجبدوها. وحين تبداوها دائما غطيو الجزء الثاني اللي باقي ما خدمتوش به، باش ما كيتكسرش معكم بزاف كيضيع معكم. صافي، وهنا غادي نرش عليها شويه ديال الكاوكاو مهرمش، يعني ماشي بزاف، فقط باش نعطيوها واحد اللمسه ديال المذاق مزيون. لاحظتوا هنايا كيفاش كتمزق، ولكن هنا ماشي مشكل. فوالا، رشه كامله. فوالا صافي. وهنا غنبدا نجمع هاد الجوانب هادو. لاحظوا بحال الا غنجمع المروحه هيدا من هاد الجانب. فوالا، لاحظوا كنقبض هيدا طريف وكنجمع بيدي بحال الا كنتنيها هيدا فقط، يعني ساهل باش يبان معكم مزيان. اي فوالا. وهاد الجهه اللي فيها الكاوكاو من بعد غادي نلويها بهذا الشكل هذا بحال وريضه، يعني ساهل ماهل. فوالا، يعني ولا اسهل من هذا الشيء هذا. صافي، غنجيب الصينيه ديالي وغادي نعملها فيها بهذا الشكل هذا. نحاول نعوضها باش كتجينا يعني الشكل والمذاق بجوج بهم مزيونين. غادي نزيد الثانيه والثالثه حتى نعمر الصينيه ديالي. اي فوالا، غندهن بنفس الطريقه. دهنه كامله، ومن بعد نقش الكاوكاو ديالي بنفس الطريقه. هذه عاد ندهنها. فوالا، بالزبده. ديك الزبده كتعطينا واحد القرمشه رائعه فيها. وغادي نجمعهم بنفس الطريقه اللي عملت قبل، يعني غير نجي على الجوانب هيدا. فوالا، غير كنكمش هيدا شويه بشويه وانا ماشيه. فوالا، ديك الوسط هو كيتجمع بوحدو. صافي، وغادي نعمل شكل دائره. نجيب الطاوه ديالي ننزل فيها ونستمر بنفس الطريقه ونرجع نشوفوا. فكما كتشوفوا بعد ما عدلت هادو كاملين، هنا البنات انا عملت لاباط فيلو على جوج لان تعطلت معايا في الثلاجه، اللي اختار مده ديال شهر وشي حاجه، فلو كنت كتكسر فعملت على جوج. هنا بقى لي داك الجزء الاخير، واحد جوج قطعتهم هيدا باش نعمر بهم هاد الجوانب. فغادي نكب عليهم الزبده بهذا الشكل هذا اللي بقات معايا.
مزيان، نخلطهم واحد شويه، نزيد عليهم شويه الكاوكاو مهرمش اللي بقى حتى هو، وغادي نعملهم في هاد الجوانب هادو. نتوما اذا كانت باقا طريه معاكم فالو تعملوهم وحده بوحده، غادي تعبي لكم 10 ديال الحبات. وهذه طريقه اخرى باش المسائل اذا كانت معنا وقت. صافي غادي نعمر بها هاد الوسط هيدا وهاد الجوانب وحده هنايا بهذا الشكل هذا. كما كنقول دائما يمكن نستافدوا بالمسائل ولو تبان معنا فراجيل ولا هذا، صافي كتجي نيشان بهذا الشكل هذا. يعني ان باكي كيعمل لكم سواء على واحد او على جوج بهذا الشكل هذا. صافي هنايا سلسه غير نعوضها لان هيدا غادي تطيب باش يبقى لنا الوجه ديالها مزيون. وغادي ندخل الفران ديالي على 180 درجه واحد المده ديال 20 25 دقيقه تحمر معنا، ونرجعوا نشوفوا ليطاب الثانيه يعني المرحله الثانيه. فبنات فوالا الطورطه ديالنا في المرحله الاولى دابا لكم محمره. انا كتعجبني هذا، مبغيتوش تحمر خليوها فقط 18 15 حتى 18 دقيقه، ولكن انا خليتها 22 دقيقه هكذا كتعجبني كتقرمش اللي من فوق. دابا ندوزو نشوفوا مقادير المرحله الثانيه. فوالا بنات بالنسبه للمرحله الثانيه غنحتاجو هنايا 4 لتر ديال الحليب يعني 250 مليلتر مع 100 مليلتر ديال كريمه الخفق او كريمه الحلويات. المره اللي فاتت كنت استعملت هذه وبنات شافوا هاد كريم باتيسري وصحاب الباتيسير. هذه كريم باتيسري يعني كريمه الخفق الخاصه بالحلويات. عندي هنا 200 مليلتر غنستعمل 100 ونخلي 100. بالنسبه غالبا غتسقسيوني واش يمكن نستعملوها بلا كريمه، يمكن لكم تعملوا 350 مليلتر كامله ديال الحليب، ولكن بكريمه كتجي لذيذه بزاف. وهذه الثمن ديالها رخيص، غير 8 دراهم يعني 100 مليلتر فقط 4 دراهم، موجوده بالطبع في الاسواق الكبرى بحال دائما. عندي هنا السكر حسب الذوق، نعملو من 6 حتى 8 المعالق، قسمته على جوج. هنا عندي 3 المعالق و3 المعالق، انا فقط غنعمل 6 وانتم زيدوا على حسب الحلاوه ديالكم. غنعمل 3 مع الحليب و3 اخرين نخليهم مخفقهم مع 3 د البيض هنايا. صافي ولا اسهل. غادي نعمل السكر ديالي يعني كنا يلا الجزء الاولي ديال السكر، وغادي نعمل 100 مليلتر من كريمه الخفق. صافي هذا المعدل ديال 100 مليلتر. غادي نخلطهم شويه ونعملهم على النار حتى يغليو معايا ونرجعو نتلاقاو ان شاء الله. صافي غنبقى نحرك هكذا حتى تغلى معايا. هنا لاحظتوا انا ما نسمتاش، نتوما بغيتو تعملوا لا الفاني تعملوا قشور الليمون تعملوا شويه القرفه، انا ما نسمتاش خليتها هكذا في المذاق ديالها لان فيها ديك الكاوكاو وديكشي مع القرمشه ديال الزبده، بغيتها بديك الشكل هذاك. وصافي دابا نستناو عليها حتى تغلي ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. الحليب ديالي غلا، هنا غادي نعمل البيض وغنزيد عليه الجزء الثاني من السكر، نخلطو واحد شويه وغنستنى الحليب ديالي حتى يبرد واحد شويه، وغنبقى نزيد عليه البيض شويه بشويه وانا كنخلط. صافي كما كتشوفوا غلا الحليب، غادي نزيد غير شويه بشويه لانه اذا زدتو كامل غيطيب معايا هذا البيض، وغادي نخلط بسرعه. فوالا خلط هذا الجزء هنا باش كنعادل الدرجه ديال الحراره، بحال اللي كنقول بزاف لي روسيت يعني ما يمكنش البيض نكبوه في ماده سخونه بزاف، غادي يرجع معنا اومليت. صافي غادي نزيد الجزء الثاني عاود نحركو، وساعه نزيد الجزء الثالث بنفس الطريقه. لاحظوا نزيد الجزء الثالث وصافي نخلطو مزيان بحيث تندمج معايا المكونات كامله. وصافي ها هي القيمه ديالي واجده. الخليط ديالنا غادي نكبوه على الطورطه ديالي بسم الله، بتزوج مزيان على الطورطه كامله. وغادي نرجعها للفران. فوالا دايره شي جانب ما فيه شي نعوضها، غنرجع الفران مده ما بين 25 30 دقيقه ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. اي فوالا البنات كما كتشوفوا الطورطه ديالنا واجده، كتجي لذيذه بزاف مغايره وكما شفتوا سهله التحضير بخطوات بسيطه بزاف. هنا من بعد ما وجدت قلنا واحد 30 دقيقه كنعاودوا لها مره ثانيه.
هنا فقط غادي نذكركم ديك بابي سولفوريزي واقع الزبده اللي كنت ما نزالش نمسوا على الجوانب حتى ديك الخضاره، يعني ديك الحليب البيض وداكشي باش ما تخرج لنا شي من الحاشيه ديال الصينيه اللي كانت الطاوه عندكم اللي كتفتح. اذا اللي ما كتفتحش ماشي مشكل. صافي. هنايا كتجي لذيذه بزاف راقيه. فقط غادي نقطعوها من الداخل ديالها باش نشوفوها كيفاش كتجي. هنا داك الكريم فريش اللي بقات معايا فعملتها هكذا وزوقتها بشويه د حبيبات، يعني هذه الحلوى صغيره يعني ملونه بالنسبه للاطفال كتعجبهم بزاف. بسم الله غادي ندوز نقطع التورته ديالي. كتسمعوا ما شاء الله القرمشه، يعني حين كطيبوها على جوج مراحل كتجي رائعه. هذه هي فوالا. انا قلت اذا بغيتوها شي محمره من الوجه كيما هذه فانتما في المرحله الاولى تخليوها غير 15 حتى 18 دقيقه، ولكن انا كتعجبني هكذا مقرمشه. فقط هنا باش نقول لكم مثلا واحد شيشه القرفه وشويه ديال الكاوكاو مهرمش اللي بقى معايا، وهنا نقطعوها. بسم الله. فوالا البنات لاحظوا كيفاش كتجي مشربه بداك الخضاره ورائعه ومقرمشه في نفس الوقت. ديك الطبقات هنا باش يبان معكم مزيان، طبقات د عجينه الفيلو. كما شفتوا تورته سهله مهله وبمقادير تقريبا كلها متوفره في البيت ومغايره. ان شاء الله تعجبكم وتعجب الضيوف ديالكم وكتحضر في يعني بدون تعب بدون مجهود. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. اذا عجبتكم ما تنساوش تعملوا لي جيم وتخليوا لي التعليقات ديالكم اللي كتشجعني بزاف بزاف بزاف. وشكرا الاخوات كاملين اللي كيدعموني باستمرار. ودابا ما بقى لي نقول لكم بالصحه والسلامه عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده وصفه جديده على الجديد وسهل.